تشكيلات بس هذه لحظة الشواغل في جزء اللغاتي بروفيسور هايكار دكتور فاخر حسن الأصل. ما بخدای موضوع بلوغان دست به خیراتنا ما مستعد بریزی که مش باجر مثل هاتن بیده هنگام خیرات سر جواب و اما ذکرین هاتن بیده وکی برنامه سالانه که هر سال سمپوزیوم که میجین پشکه که گیرد بجاری جی سمپوزیوم پشکه زمان عربیه همیدانی مف سمپوزیوم بده جهه مفاوقتنا خطابیه مفاقی باجی ور بگیرن و تون گلک خیراتن سر جواب. بسیار سپاس دکتر. لوجدی داخوازش سروکی پشت زمان عربی پروفیسور هاویکار دکتر محمد عبدالقادر. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية السيد رئيس جامعة الزاقو الأستاذ الدكتور ناظم سليمان عبد العزيز المحترم، وبإشراف السيد عميد كلية العلوم الإنسانية الأستاذ المساعد الدكتور فاخر حسن يوسف المحترم، ينظم قسم اللغة العربية بالتعاون مع مركز زاقو للدراسات الكردية ندوته الثالثة بعنوان أثر الدلالات البلاغية في فهم النص القرآني. الحضور الكريم، تركز دراسة الدلالات البلاغية في فهم النص القرآني على التعابير والتراكيب التي تمس الفنون البلاغية وكشف المعاني التي تحملها بين طياتها، وتتجلى أهميتها من خلال التوجيه إلى عظمة هذا الحقل الدلالي الواسع والمتمثل في بيان لطائف الأثواب البيانية التي تكمن في النص القرآني المعجز. فإن فهم النص القرآني يحتاج إلى تحليل الأساليب البلاغية التي تحيط بالنص، والواقف على دراسة تلك الدلالات يجري السبق القرآني في كيفية استعمال تقنيات التعبير وتوظيفها في الخطاب البلاغي واللغوي والأدبي. ولتحقيق ذلك أردنا في هذه الندوة المباركة أن نتلقى قراءات بلاغية للنص القرآني من أساتذة كبار متخصصين في الحقل البلاغي من كلية التربية للعلوم الإنسانية في جامعة الموصل الموقرة. أحبتي الحضور، تعقد الندوة بجلسة واحدة يديرها السيد الدكتور مثنى محمود إسماعيل المحترم، يستضيف فيها كل من الأساتذة الكرام الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد محمود الحمداني في ورقته تمثلات الإعجاز البلاغي في قوله تعالى: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، والأستاذ الدكتور آزاد حسان حيدر بلاغة النور وأثرها في التلقي القرآني، والأستاذ الدكتور محمد جاسم جبارة المجاز والإعجاز نظرة في تحليل النص القرآني، والأستاذ المساعد الدكتور محمد عادل محمد بلاغة التراكيب في القرآن الكريم، راجين النفع من قراءاتهم البلاغية القيمة وشاكرين لهم الحضور والمشاركة، كما نرجو الإفادة بحسن الاستماع من الحضور الكريم. وفق الله تعالى الجميع لما يحب ويرضى، إنه ربي ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم. بسیار سپاس دکتر. سپاس خیرات با سنتری زاخو با کلانی کردی که سالانه پشت نواهی من افکاری گلبی سنتری کمک سمپوزیوم آزیده باری چالکین حقیانه و کنفرانسی کردی. نوشید داخوازش دکتر مثنى محمود که کوبیت رنگت ازش مبارک فاقی. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الجنب المبارك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ، وأدعو الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمداني للحضور إلى موضعه على المنصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور آزاد. الأستاذ الدكتور محمد جبارة. الدكتور محمد عادل. باسمي وباسمكم جميعا كما سبقوني أساتذتي أرحب بالضيوف الكرام. مرحبا بكم ونشكر لهم عناء السفر من مدينة الموصل الحدباء حتى وصلوا إلينا إلى هذا المكان، ونبدأ ندوتنا هذه المباركة بإذن الله تعالى. وأولا نأخذ الأستاذ الدكتور إبراهيم الحمداني ليتحدث إلينا ما تضمنته ورقته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى عمادة كلية العلوم الإنسانية ممثلة بعميدها الدكتور فاخر حسن يوسف، وإلى قسم اللغة العربية ممثلا برئيسه الدكتور محمد عبد القادر. شاكرين فضلكم، شاكرين هذه الدعوة، شاكرين هذا الحضور الكريم الذي أتمنى أنا وزملائي القادمين من جامعة الموصل أن نقدم لكم شيئا ربما لا يكون بالجديد، ولكن عسى الله أن ننفع بنا وبكم إن شاء الله تعالى. عنوان ورقتي الإعجاز البلاغي في قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. هذه آية واحدة أردت الوقوف عندها فأقول: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أرسله ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، وتقدس من جعل القرآن معجزا بجميع حروفه وحركاته إعجازا كبيرا. وبعد، فإن هذا القرآن العظيم لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي فوائده ولا يخلق على كثرة الرد، فهو البحر الذي لا ساحل له كيف لا، وهو منزل من عند من يعلم السر وأخفى، والذي أعطى كل شيء ثم هدى. ولقد أدهش القرآن المفسرين وحيرهم وأخذ بألبابهم وأظهرهم وجعلهم يطرحون الأسئلة تلو الأسئلة: هل أن القرآن معجز في لفظه أم في نظمه أم في حقائقه أم في غيبياته أم في روحانياته؟ الأمر الذي جعلهم يضعون القرآن على طاولة الدراسات ويحللون كل لفظة ويدققون في الحقائق الكونية التي أثارها، ويبحثون القضايا العلمية التي سطرها، ويبحثون في أخبار الأمم الغابرة التي ذكرها. فمن المفسرين من اقتصر في تفسيره على إعراب القرآن كالزجاج والنحاس ومن شابههم، ومنهم من أخذ يبحر في المسائل الفقهية، ومنهم من أخذ الجانب البلاغي وفنونه كالزمخشري، ومنهم من أخذ الجانب الأدبي والفكري وغيرهم. وفي هذه المقاربة التي أقدمها بين أيديكم نسعى إلى الوقوف عند آية واحدة هي قوله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، من سورة هود الآية 44. أوقفت هذه الآية الفصحاء وأعجزت أولي النهي والبيان حتى قال فيها الشيخ عبد القاهر الجرجاني: فتجلي لك منها الإعجاز وظهرك الذي ترى وتسمع،
أنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذا الكلم بعضها ببعض، وإن لم يعرض لها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة والرابعة، وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرها. وأن الفضل تناتج ما بين ألفاظ هذه الآية وحصل من مجموعها. وقال فيها الشيخ محمد رشيد رضا في هذه الآية: قرر علماء البلاغة الفنية أن هذه الآية أبلغ آية في الكتاب العزيز، أحاطت بالبلاغة من جميع جوانبها وأرجائها اللفظية والمعنوية التي وضعت لفلسفتها الفنون الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. سعت هذه الدراسة مسعى مغايرا لما ذهب إليه العلماء، محاولة أن تبين الإعجاز البلاغي في هذه الآية بإحصاء لما ذكره البلاغيون. هذه الآية حقيقة، الآن أخرج من طور هذه الورقة فأقول نعم أنا سأبدأ الوقت إن شاء الله، أحرص مع الوقت تماما، بس أردت أن أقول أن هذه الآية وقف عندها كل المفسرين والبلاغيين وقفة طويلة، حتى ألف فيها الجزري كتابا عنوانه كفاية الألمعي في قوله يا أرض ابلعي، كتابا كاملا ألف في هذه الآية فقط. والكتاب كله حقيقة في بيان تفسير وتحليل هذه الآية، لا سيما أن هذه الآية قد اختصرت قصة نهاية الطوفان في هذه الآية الكريمة. هذه الآية شغلتني. أنا في أغلب بحوثي ودراساتي لا أعتمد النصوص الطويلة، إنما أعمد إلى جزئيات بسيطة. هذه الآية وأنا أدرسها حقيقة استوقفتني، يعني هل أن كل هذه الفنون البلاغية التي ذكرها البلاغيين والتي وصل عددها إلى 24 فن بلاغي، أحصى البلاغيون في هذه الآية 24 فن بلاغي بالعلوم المختلفة: المعاني والبيان والبديع. فاستوقفتني، فبدأت يعني عن مشوار طويل يعني تجاوز السنة أو أكثر وأنا أبحث في كتب البلاغة والتفسير عن هذه الآية. الحمد لله تعالى أقول أن الله سبحانه وتعالى قد فتح علي في هذا الباب. البلاغيون وآخرهم السيوطي قد وصل بالفنون البلاغية في هذه الآية إلى 24 فن. السلام عليكم. إلى 24 فن. فأنا بدأت بالبحث الله بخير. فأنا حقيقة يعني استطعت وبفضل من الله وفتح منه أن أضيف إلى البلاغيين 14 فن بلاغي آخر. يعني السيوطي آخر البلاغيين الذي وقف أوصلها إلى 24 فن، أنا أوصلتها إلى 38 فن موزعة على علوم البلاغة الثلاثة. علم المعاني فيها يعني في هذه الآية من فنون علم المعاني فيها المساواة والتقديم والتأخير والنداء والإفراد والذكر والحذف والإيجاز والاعتراض من علم المعاني في هذه الآية الواحدة. ومن علم البيان فيها المجاز والاستعارة والكناية. في علم البديع وجدت عددا كبيرا وهائلا، وهنا أكثر ما أضفته حقيقة إلى الفنون البلاغية في علم البديع، فوجدت فيها المناسبة والطباق والإشارة والإرداف والتمثيل والتعليل والتقسيم والاحتراس وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى والجناس والتسهيم والتهذيب وحسن البيان والاعتراض والإرصاد والانسجام والتمكين والتنظير ورد الأعجاز على الصدور والترشيح والتعريض وحسن الختام والانفصال والإبداع. فهذه حقيقة آية واحدة قد احتوت. أنا لضيق الوقت وقصر هذه الفكرة سأقف عند يعني قضية ربما أثارها البلاغيون. هذه الآية قالوا فيها المساواة، أن فيها المساواة. ما المقصود بالمساواة؟ في أي نص، يعني سواء كان نصا قرآنيا أم حديثا نبويا
أم حتى في الشعر لما تكون الألفاظ على قدر المعاني لا تزيد على المعنى شيئا، يعني ليس فيها من الزوائد يعني أو الإطلاق، نقول أن الألفاظ جاءت على قدر المعاني، كذلك تأتي معاني على قدر الألفاظ. ووجدت من أشار إلى أن في هذه الآية أيضا إيجاز إذن وفيها إطلاق، إذن هنا حصل نوع من التناقض. كيف تكون المساواة المساواة أن يكون اللفظ على قدر معنى، والإيجاز هو حذف حرف أو كلمة، فهنا انتقضت المساواة. كذلك فيها إطلاق، لو قلنا فيها الإطلاق هنا أيضا ستنتهي المساواة. لما؟ لأن هناك زيادة من اللفظ على المعنى. كيف نحل هذه القضية؟ حقيقة القضية هنا أنه الإيجاز جاء خدمة للمعنى وليس العكس. يعني الإيجاز في حذف بعض الكلمات زين فجاءت لخدمة المعنى، فتبقى المساواة قائمة. كيف؟ يعني أين حصل الإيجاز؟ حصل الإيجاز في يعني في الحذف أنه قد حذف لفظة السفينة، يعني واستوت على الجودي. من الذي استوى؟ السفينة. استوت هي الأصل، واستوت السفينة على الجودي. إذن لما حذف السفينة هنا لا يعني أنه قد حذف جزءا من بنية الجملة، إنما الحذف جاء لأن هناك آيات سابقة ذكرت فيها لفظة السفينة وذكرت القرائن، فاستعاض عن هنا بالحذف هنا يعني أداء المعنى. كذلك حصل الإيجاز في قوله تعالى اختصر الكلام أنه كلمة اقلعي. لاحظوا أيضا كلمة اقلعي وابلعي، البعض يقول أنه ممكن أن تكون هذه اللفظة إيش؟ بديلا عن الابلعي، لكن هنا نحن نقول أن هذه اللفظة ابلعي جاءت ليست زيادة، إنما جاءت في مكانها الصحيح. فسرها البلاغيون وفسرها المفسرون أن لفظة ابلعي هي تطلق لهذه اللفظة للحيوانات، أنه يأخذ بقوة. نحن الآن حتى أخرج قليلا حتى أبين قيمة هذه اللفظة، الإعجاز فقط في هذه اللفظة وسأكتفي. يعني لما الله سبحانه وتعالى قال هنا ابلعي، ما قال خذي يا أرض خذي معك؟ الآن الطوفان موجود والكل خائف، السفينة سيدنا نوح خائف عليه السلام من معه، لأنه إذا هذه الأمواج المتلاطمة وهذا الخوف وهذا البرد وهذه الأمطار ربما يخاف على من معه، لأنه لو غرقت هذه السفينة انتهى العالم، انتهى الذين معه، وانتهى هذا الحيوان وهذا النبات وهذا البشر الذي معه. زين؟ فهنا خوف. يعني لو جاءت كلمة خذي ماءك كم يكون الأقل؟ نحن الآن نقول خذ، يعني ستقول لي كم آكل، يعني كم الكمية اللي أخذها، قليل كثير عدد معين. لكن جاءت لفظة ابلعي. نحن حتى في العامية إذا رأينا شخص يأكل بشراهة ما نقول يبلع بلع، يعني دليل على أن هنا البلع هو الأخذ بالكامل، يعني خلاص أنه حتى يستقر هذا الأمر أنه خذي ماءك بالكامل حتى إيش؟ تستوي السفينة على الجودي وينتهي وقضي الأمر وانتهت هذه المسألة. بعد النوبة زين ما يحب هذا فيما يتعلق بعلم المعاني. كذلك نحن عندنا في علم البيان وردت المجاز يعني والكناية والاستعارة. نحن نعرف أنه الاستعارة هي استخدام اللفظ في غير ما وضع له. كذلك جاءت الاستعارة في كلمة ابلعي، يعني شبه الأرض، لأن قلنا البلع يكون عذرا للحيوان لما يأخذ الشيء بكثرة، يعني أكلا كان أم شربا كان، فهنا شبه الأرض لما تأخذ هذا الماء كالحيوان، فحذف المشبه به وأبقى المشبه. هنا استعارة أيضا، هناك كناية، وهناك كذلك في علم البديع فنون بلاغية كثيرة، يعني
هذا الوقت أنا أشكركم حقيقة. فقط أردت أن أبين أن آية واحدة من هذا الكتاب المعجز قد حوت على كثير من الفنون البلاغية، فما بالك بهذا القرآن بنظمه من حرف الأول حتى الحرف الأخير، كم احتوى من فنون بلاغية، كم احتوى من نظمه من إعجاز بلاغي كان أم لغوي أم حتى حير العقول وأبهر العلماء، وأن ما زال هذا القرآن معينا لا ينظر في الدراسات القرآنية. ولكن حقيقة فقط أردت أن أقف عند نقطة أخيرة، أننا أقول للطلبة جميعا ولمن معي أن هذا القرآن من يتصدى له أن يكون حذرا في التعامل معه، ليس لأي شخص أن يقف عنده إلا أن يكون امتلك زمام أمره في اللغة، يعني يكون اللي بنسميها آلة البيان، أن يكون عالما باللغة بالبلاغة بالتفسير بكل ما يتعلق بهذا النص القرآني حتى لا يقع في زلل أو خلل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر هذه الدكتور أنفعتنا وبارك الله فيك. في سورة هود هذه الآية مشهد عجيب حقيقة، وسيدنا نوح تلقبه العلماء أنه آدم الثاني، وقيل أن عدد من كان في السفينة من البشر 80، يعني لو غرقت هذه السفينة لانتهى العالم كما أشار إليها أستاذي الدكتور إبراهيم. هناك بعض الأسئلة لكن أنا لا أريد أن أثيرها لقصر الوقت. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى خلق مثلا نادى الأرض يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، وغير عاقلتين الأرض والسماء، وكذلك أضاف الماء إلى السماء ماءك ويا سماء، يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، يعني أقلعي عن سقوط المطر. وإضافة الماء إلى السماء نحن نعلم علميا أن ماء السماء هو بالنتيجة ماء الأرض، وهو بعدين إن شاء الله دكتور راح مع أسئلة الجمهور. أول شيء موجود فيها نعم إن شاء الله. نعم، لكن بضيق الوقت أنا يعني اختصرت هذا. ندعو الأستاذ الدكتور آزاد يتفضل إلينا ويلقي إلينا ما تضمنته ورقته البحثية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. في البداية طبعا أود أن أتقدم بجزيل الشكر ورفع الامتنان إلى عمادة كلية العلوم الإنسانية في جامعة زاقو ممثلة بسيد حميد المحترم، وكذلك بالكادر الإداري والتدريسي لهذه الجامعة المباركة. فضلا الشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عبد السلام نجم الدين المحترم ومع العاملين في هذا المركز الطيب، وأشكرهم على هذه الحفاوة التي استقبلونا فيها في المشاركة بهذه الندوة المباركة ذو الدلالات البلاغية في فهم النص القرآني. والشكر موصول إلى الأساتذة الأفاضل. الحقيقة عنوان ورقتي يعني يبدو قد يكون غريبا عن المصطلحات المعهودة في البلاغة العربية. فالبلاغة العربية اتجهت في تناول مفاهيم البلاغة اتجاهات عدة، مثل اتجاه العقلي وتمثيلات عقلية في وصف البلاغة حجة والتقسيم واختيار. وهناك من تناول البلاغة بمفاهيم كونها يعني حسن أن يبلغ المتكلم قلب السامع وتمكنه في المعنى في قلبه، يعني أخذ اتجاه في عقلي واتجاه نفساني قلبي. هكذا كانت العرب البلاغة. لكن هنا في البلاغة العربية منحتنا المجال في استخدام المجاز، وهذا المجاز يعني حقيقة وسيلة طيبة في اللغة نتجاوز بها كثير من المسميات والأوصاف. فأنا أقصد هنا ببلاغة النور هي بلاغة الهدى في القرآن الكريم من باب المجاز. طبعا بالحقيقة أنا لا أريد أن أستطرد في البلاغة العربية ودور القرآن الكريم. فالبلاغة العربية في القرآن الكريم حقيقة
كبيرة وكثيرة جدا بوصف القرآن كتاب عقيدة وشريعة وحكمة وأخلاق متمثلات نورانية وغير ذلك. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع بقصر المسألة واضحة جدا، لكن أريد أن أقف عند هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا. طبعا المفسرون تناولوا هذه الآية الكريمة وقال: فالبرهان الذي يتمثل به القرآن هو الحجة والمعجزات، والنور المنزل في القرآن الكريم سمى نورا لأن آياته تثبت الأحكام ويبتدى به من الضلالة، فهو نور مبين. وأقف عند تأكيد لهذا المعنى النور، بلاغة النور، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حين عرض عليه الصحابي سويد بن صامت وهو كبير قومه، فقال سويد للرسول صلى الله عليه وسلم: فلعل الذي معك، يعني يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. سويد كان رجلا يعني له اطلع باطلاع على بعض الأديان وغير ذلك، فقال: أنا معي مجلة لقمان، ماذا أصنع في القرآن؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فعرض عليه فقال: إن هذا حسن، والذي معي هو هدى ونور. هذا اللي ما يقصد به بلاغة النور. طبعا أنا أتناول يعني بلاغة القرآن الكريم بوجه، يعني بلاغة القرآن من ناحية استقبال النص، لأن استقبال النص القرآني له مثل ما تناولنا قبل قليل قد يكون هناك اتجاها عقليا، يعني دلالات القرآن تقنية بلاغية للاعتقاد، وهناك في بعض الأحيان الدلالة البلاغية تشير إلى الإيمان والإحسان. ولكن هناك بلاغة النور استقبال الجمال للقرآن الكريم. هناك من تلقى القرآن الكريم من أول الآيات عندما سمعها وتلاوى، فهذه بلاغة النور وهذا الاستقبال الجمال للقرآن أفضى به إلى الهداية. هذا اللي كنت أتناول. وكذلك مثلا هنا في قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، تدل بكل وضوح على الشكل اللغوي للرسالة الكافية. ولنا الأمثلة للمتلقين الاستجابة الجمالية. أنا حقيقة يعني أردت أن أتناول نموذجين. النموذج الأول هو التلقي بالإيقاع البلاغي للقرآن الكريم، وهناك الاستجابة الجمالية بالتصوير البياني. يعني سأتناول نموذجين حتى يكون الفكرة تكون واضحة. هذا صحابي اسمه جبير بن مطعم، حين ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان في مهمة قد وقع أحد أقربائه في الأسر، وأجا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يفدي هذا الأسير، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فسمعه يقرأ: والطور وكتاب مسطور إلى الآية السورة، إلى أن انتهى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. فقال: خشيت أن يدركني العذاب فأسلم. وفي رواية: كاد قلبي أن يطير، فقد سمع هذه السورة. وفي رواية: كأنما صدع قلبي. هذا الاستجابة الجمالية لبلاغة القرآن الكريم عهدها السابقون. والنماذج كثيرة التي تناولتم، يعني الكتب القديمة اللي تناولت الذين أسلموا، ومثل شاعر لبيد الذي ما سمع القرآن حتى ترك الشعر. هذه استجابة جمالية لإيقاع البلاغ في القرآن الكريم. طبعا لو نجي نأخذ يعني ما الذي أخذ بلب هذا الصحابي وجعله يتمكن الإيمان والنور في قلبه، الحقيقة هناك أبعاد في هذه السورة. أنا لا أريد يعني أسترسل كثيرا، لكن هناك بعد يسمى الأنثروبولوجي. يعني هذا رجل جاي من البادية وتلقى هذا الطور. طبعا سورة الطور ماذا تقول في الطور؟ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. أولا هذا يتناول قصة هي ليست قصة تخص العرب، هذه قصة جبل طور وقصة سيدنا
موسى وكيف نادى ربه ناجى ربه من جبل الطور. هذا بعد، اولا هذا مفاجاه للمتلقي، اولا يتكلم على الانثروبولوجيا، على تاريخ شعوب اخرى واديان اخرى. هذا اولا، هذه ما تسمى باللذه المعرفيه، هاي اول لذه، انه يتكلم على اقوام لم يكونوا يسمعوا بهذه التفاصيل. لو لاحظ كلمه الطور، مسطور ومنشور ومعمور ومسجور، هذا الايقاع البلاغي، لان من مقتضيات البلاغه العربيه هو ان يكون ايش؟ ان تكون الكلمات هي فصاحه، والفصاحه تكمن في ايش؟ في جزاله الالفاظ، في جرس الكلام، وكذلك في تلاؤم الحروف وعدم تنافرها. فهذا المتلقي عندما سمع مسطور ولما سمع منشور ومعمور، هذه الواو والراء، هم الذين يقرؤون التجويد يعني يدرسون علم التجويد يجدون ان فيها المد. هذا المد جاء مناسبا للحدث، الاتساع والامتداد، أليس كذلك؟ طول، مسجور، امتداد، منشور، امتداد. فإذا الإيقاع البلاغي دلالته لها أثر في الاستجابة الجمالية للمتلقي. هذه صورة طبعا الواو والنون، عذرا الواو ذكرت في الآية، شوفوا يعني يلعبون، تكذبون، تبصرون، تعلمون، يشتهون، يؤمنون، يوقنون، يكتبون، يشركون، يسحقون، يصحفون، يوصلون، يعلمون في السورة. الواو والنون يعني لو عملنا فوق إحصائية نجد أن معظم الفاصلة في القرآن تنتهي بالواو والنون. لماذا؟ لأن التطريب عند المتلقي العربي، لأن هو يشهد الشعر ويتعلم الشعر ومنذ صغره يسمع الشعر، فكأنه الواو والنون أتت مناسبة مع أذن المتلقي، حتى لأن التغني في القرآن مطلوب، فكأنه نوع من التطريب لينشرح صدره فيقبل بالآية فيستجيب للإيمان. والواو والنون إذن هنا إيقاع بلاغي، ولا لا أن أسترسل كثيرا، لكن استوقفني كتاب للمستشرق الألماني نيفيد كارماني، إيراني لكنه مستشرق ألماني، والآن في ألمانيا حتى رشح على الرئاسة الألمانية، لكن هناك بند في الدستور الألماني لابد أن يكون تعرفون يعني ألمانيا صفرا. فوضع مقارنة أو مقاربة ما بين التلقي في القرآن الكريم وبين التلقي في الأديان الأخرى. فعرض قصة الكاهن أو الكاهن اللي هو اسمه يوحنا جورج، هذا من الأقباط المصريين، وقرأ الإنجيل وقرأ الكتب السماوية الأخرى خاصة الإنجيل، فوقف عند قصة هابيل وقابيل ثم علق: شعرت أن قلبي يدق وسمعت صوتا من أعماق قلبي يشهق ويتعذب كما لو كان صوت أخي مقتول، يعني هابيل وقابيل، يريد أن يثأر بدمه، وشعرت فجأة بأن قلبي يتعذب وغرق في الدموع، سرت في روح الله موحية لي بسر الحب الإلهي ونعمة الإيمان. ولا أريد أن أسترسل كذا. هذا أيضا استجابة جمالية، لكنها ليست استجابة جمالية في القرآن، لأنه نفسه يعقل يقول، فهو يتحدث عن تجربة شعورية فطرية مقاربة في المعادل الموضوع أو إسقاط شعوري عاطفي، يعني من ناحية الفطرة يعني هو يتعاطف مع هذه القصة، ولا أثر لجانب اللغة ونظمها أو لرونق البلاغ وجماله. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن إيش؟ حسنا. فإذا الإيقاع البلاغي للقرآن الكريم له دور في الاستجابة الجمالية. أنا أتوقف الآن عند الإيقاع وأتناول فكرة، عفوا أنا الحقيقة كان المفروض أن أتابع الفرح، أنا راح إلى المخطط الذهني حتى أنهي هذه هناك مخطط ذهني. الآن ما أتي المخطط، هذا المخطط ما يخالف، هو واحد يطلع كتاب، هو واحدة. التضايق في البلاغ هذا مصطلح موجود وقع تقريبا في الدراسات البلاغية، أن النص حتى لو كان شعرا أو نثرا لا يمكن أن يكون مثل ما تفضل الدكتور، لا يكون نصا مجردا بالأسلوب الواحد، قد يكون تتضايق في الأساليب البلاغية لإنتاج المعنى، لابد
من ذلك حتى في الشعر. لكن في القرآن الكريم نرى كثافة في عملية التضايف البلاغي لخدمة المعنى المقصود. هذه الآية دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى هي قصة من؟ قصة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. وتعلمون جيدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإسراء والمعراج تعرض من أهل الطائف، أنتم على دراية بذلك، تعرض إلى ألم جسمي ونفسي. أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى أراد التسلية للرسول صلى الله عليه وسلم. فشوفوا كيف خاطبه وشون التضايف التصويري الإبداع حتى يطابق معنى. أولا دنا فتدلى فكان قاب قوسين، هي حديث السماء والأرض. العلاقة ما بين الوحي سيدنا جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم، هاي العلاقية الموجودة. يقول دنا فتدلى فكان قاب قوسين. هو الدنا نعم تدلى والدلى نفس المعنى تقريبا، يعني في المجال الدلالي هو القرب. دنا تدلى لأن التدلي نوع من القرب. شوف كيف استخدم الكلمتين في إنتاجنا. دنا، لكن أي دلو هذا؟ تدلي. أي تدلي؟ التدلي بالعربية هو عند العرب يستخدم للثمر المعلق. إذا أكو ثمر معلق يسمى التدلي، يعني إذا هو إيجابي. فيكون هذا دون سيدنا جبريل لك هو كالثمر المعلق. انتظر يا محمد تسلية فكان قوي سيدنا. شوفوا التصوير البياني وتضايق. شوف المشبه هذا طبعا هاي النصين يعتبر إطارين. شوف شو راح يطلع النتيجة. أولا المشبه قرب جبريل، المشبه في شكل التدلي. والجملة الأخرى أيضا المشبه قرب جبريل والمشبه هيبة مقبض قوسين. ليش؟ لأن القاب في العربية هو مقبض القوس. القاب يقبض القوس، فالعرب تطلق قاب قوسين لتقدير المسافات القريبة. هذا يعني هكذا عهدوه. واضح؟ ثم يأتي هنا تدلي استعارة وليس تشبيها، يعني جملة تشبيه مطعمة بالاستعارة. ليش؟ لأن التدلي يطلق على الثمر لا من لوازمه التدلي، فحدث المشبه فهي استعارة. والاستعارة تعلمون كتكثيف في الإيحاء وأكثر قوة في المبالغة حتى الرسالة تصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي هذا تدلى يكون مشبه مرة ثانية. يعني هذه الجملة الأخرى الإطار الأول هو دل فتدلى، الإطار الثاني مسافة القوسين، ثم ينتج عندك شكل التشبيه البليغ لإنتاج معنى التسلي. فالقرآن الكريم هذا الشكل بسيط جدا للكثافة الإيحائية الموجودة في التضايف البلاغي. فشوفوا هاي العبارة البسيطة جدا كم حالة تصوير حتى الرسول الله سبحانه وتعالى يسلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويبعث فيه الاطمئنان. نحن معه وإن كان كل أهل مكة وغير مكة نحن معك فاصبر وما صبرك إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قدرا على الإطاعة. شكرا لك يا دكتور آزاد، ما قصرت الله يبارك. نعم، اللغة العربية لو لم تصل إلى ذروة المجاز ما كان نزل بها القرآن. وإشارة إلى ما ذكرت الدكتور العزيز، إن كان المؤمنون قد اندهشوا مما في القرآن من إيجاز وإعجاز، فكذلك أعداء القرآن. الوليد بن المغيرة عندما ذهب إلى الكعبة ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ، فقال إن أعلاه لمثمر وأسفل. إذا شيء مدهش، شيء عجيب هذا القرآن. شكرا وبارك الله. بس ممكن نصف دقيقة قضية السماع للقرآن الكريم. الأمريكية أنجيلا نيكسون زارت مصر من قبل 20 سنة وسمعت محمد رفعت فألفت كتابا فن التلاوة في القرآن الكريم ودرست هذه التلاوة إلى أن أعلنت إسلامها فقط بالنغمة القرآنية. وهي مشهورة، تزوجت فنانا مصريا مشهورا أيضا بالإنشاد. فأنا هذا الإعجاز اللغوي القرآني فضلا عن التصوير البلاغي والاتفاق. شكرا على المداخلة، الله يكرمك. والآن مع الأستاذ الدكتور محمد جاسم جبارة لورقة البحثية، فليتفضل مشكورا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة على مصطفى ومن والاه إلى يوم
بعد أود أن أقدم شكري لجامعة زاخر رئيسها وعميد كلية العلوم الإنسانية وإلى طلبتها والحضور كافة وكل من قام وأدار هذه الجلسة المباركة. حينما دعيت إلى هذه الندوة وضعت في ذهني عدة أمور، منها أنني أخاطب جمعا طيبا مسلما مؤمنا، وهذا الجمع في أغلبه ربما لا يجيد اللغة العربية ويفهم مجازاتها، لأن المجاز كما أظنه هو لأن المجاز كما أعتقد به هو يمثل الخصوصية القومية لكل مجتمع. فحينما أريد أن أتحدث أنا اللغة الكردية أتعلم مفرداتها، ولكن هناك خفايا تتعلق بالمجاز. فلو جمعت المفردات لأكون جملة في اللغة الكردية ربما كانت مضحكة للمجتمع الكردي الذي يعلم العلاقات المجازية التي تخلقها هذه المفردات إذا ما تقاربت فيما بينها. لذلك من الصعب على متعلم اللغة أن يتعلم لغة ما من خلال المعاجم، وإنما نتعلمها من خلال السياقات. هذه السياقات كما يقول علم اللغة الحديث ديسوسير وجاكوبسون وكثيرين إلى لايكوف الذي تحدث في الاستعارات التي نحيا بها، يقول هي موجودة هذه العلاقات في الذهن موجودة. فإذا ما جاءت جمل جديدة، يعني أنا أعرف اللغة العربية وأعرف نظام اللغة العربية، فكل ما تأتيني تعبيرات جديدة أحيلها إلى هذا النظام في ذهني فيسجل معانيها ويعطيني معانيها. يعني كأنما ذهن الإنسان هو ملفات، عبارة عن ملفات، مثلا المطر، الغيث، الربيع، كلها موجودة في ملف. فإذا جاء الحزن مع المطر يفتح الملف في الذهن، يفتح الملف ويصحح المعلومة، يضيف أو يغير معلومة ما ثم يعيد هذا الملف. وإذا لم يجد في هذه الملفات في عقلي أي ملف يوافق هذه المعلومة يفتح ملفا جديدا ويؤسس مخططا جديدا وملفا له دلالاته الجديدة. حينما نفكر في هذا الشيء نجد أن المجاز والإعجاز القرآني كيف تحدى العرب. تحداهم ب10 سور، ليس بالألفاظ وليست ب10 آيات أو سورة كاملة، إما ب10 آيات، ليست بآية ولا آيتين ولا 3. لماذا؟ لأن ال10 آيات تمثل سياقا معرفيا لا يستطيع أن يأتي به عقل البشر. لكن المفسرين حقيقة فهموا فهما مبالغا فيه من أجل القرآن الكريم وعزة هذا القرآن الكريم، فقالوا حتى المفردة هذه هي معجزة في ذاتها. فأنكروا كثير من الأشعار التي قالها العرب وهي مطابقة للنص القرآني. مثال ذلك مثلا نقرأ لحاتم الطائي يقول: أما والذي لا يعلم الغيب غيره ويحيي العظام البيض وهي رميم، لقد كنت أطوي البطن والزاد يشتهى مخافة يوما أن يقال لايم. هذا نص قرآني. أو يقول امرؤ القيس هذا الجاهلي يقول: وما يدري الغني وما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يموت، وما تدري إذا يممت أرضا بأي الأرض يدركك المبيت. نص قرآني أيضا: وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تعلم بأرض تموت. فأنكرها المفسرون. لماذا؟ لأنها قالوا هذا معنى قرآني، بالتأكيد كتبت بعد أن نزل القرآن فتأثر الواضعون بهذه النصوص القرآنية فجاءوا بمعاني القرآن الكريم. وأنا أقول لا،
بالعكس هذه تؤكد أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولكن هذه هي منظومة اللغة استعملها الله سبحانه وتعالى وقالوا هذه الذي أنتم استعملتموه فهذا هو إعجازنا في نص جديد نفس اللغة، ولكن معانيه تختلف. بماذا؟ تختلف بمجملها وليس بمفرداتها وألفاظها. الألفاظ المفردات والتعبيرات نفسها، ولكن الذي يختلف هو في مجمل هذه التعبيرات وبنائها وصوغها البياني العام. فبحثت في كثير من الآيات وركزت على مجموعة من النصوص، لكن قبل هذا قلت إذن المعاني موجودة في ذهن الجاهلي المشرك، لكن ماذا فعل القرآن الكريم؟ ذكره بها وأعاد إحياءها فأصبح مؤمنا. إذن التحول من الكفر إلى الإيمان هو مجرد إعادة برمجة الأنظمة الموجودة في الذهن مسبقا. يتحول من الكفر إلى الإيمان بعد أن تذكر، فذكر إنما أنت مذكر. إذن الإيمان يقوم على الفطرة وليس على التفاسير، ليس على العلوم، ليس على العقلانية، وإنما على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها عفوا. هذه الفطرة يؤكدها النص القرآني والأحاديث النبوية التي وردت في أول الإسلام. الله سبحانه وتعالى منع المسلمين من السؤال، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فكفوا عن السؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفض أن يجيب على تفاسير القرآن يعني من الصحابة، حتى الصحابة كانوا يرسلون إلى البدوي يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببدوي لكي يسأله عن بعض الأمور التي لا يفقهونها، لأن البدوي لا يعلم بهذا المنع الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة. بل عمر بن الخطاب حينما نزلت آية أبا وعنبا وأبا وفاكهة عفوا وأبا، سأل سائل ما الأب؟ قال ما أمرنا بهذا. لا تسأل ما الأب، ما لك علاقة أنت، هذا والأب هو ثمار من ثمار الجنة، خلاص بعد ما أمرنا بهذا، لا تسأل، كف عن السؤال. فإذا شوفوا اللغة هنا هي مجرد آلة للتذكر وواسطة لكي نتذكر بها المعاني الخالدة التي أقيمت منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى البشر والكون. إذا المجاز هو نظام، وهذا النظام هو أساس الفطرة الإنسانية. لذلك تأثر العرب وغير العرب بالقرآن الكريم، لأن اللغة العربية في القرآن الكريم ليست خصيصة قومية، وأنا دائما أؤكد على هذه القضية. اللغة العربية ليست خصيصة قومية، ولكن الفلسفات القومية والاتجاهات القومية المعاصرة هي التي تبنت اللغة العربية وباقي اللغات، يعني في الأوروبية، في الفرنسية، في كل اللغات العالمية، في الكردية حتى، يعني تبنى الفكر القومي اللغة لكي تكون ميدانا للدعوة إلى فئة معينة، إلى إيديولوجيا معينة، إلى فكر معين. ولكن هي اللغات عموما في العالم ليست لغات قومية تقوم على النسب، هذا غير موجود أصلا في القرآن الكريم. طيب، لذلك أقول إن العرب لم يفهموا بعض النصوص القرآنية وعربوها. كيف عربوها؟ مثل سورة يوسف، وهي سورة يعني مشهورة، أنا أضربها مثلا لشهرتها، وكل الناس يعني المسلمين والمؤمنين وغيرهم قرأوها أو سمعوها مرة أو مرتين في راديو، في مسجل، في حديث، في شاهد إلى آخره، في مسلسل. نعم، في مسلسل. وحقيقة ما أثارني هو المسلسل الذي فعلا يعني الذي أذيع، المسلسل الإيراني، حينما يظهر يعقوب حزينا باكيا متألما، فقلت هذا لا يليق بالأنبياء، والحزن، طابع الحزن طاغي على المسلسل وعلى التفاسير كذلك، حتى فهموا كلمة يوسف بأنها جاءت من الأسف والأسيف أي الحزين. قلت يعني لا يمكن أن يكون معنى يوسف، كلمة يوسف عربية، هي ليست عربية، فمن أين جاء هذا المعنى العربي؟ عجيب يعني. فحولت الاسم إلى اسم أعجمي، هو جوزيف.
قلت والثلاثي من جوزيف هو جزف، قلت والله موجودة هذه باللغة العربية، جزف، مجازفة، جزافا موجودة. فعدت إلى المعجم قال هي لفظة فارسية. شوفوا معناها العجيب، معناها أن تبيع وتشتري دون وزن أو كيل، يعني نصا من القرآن الكريم. يعني ما حدث ليوسف هو دون وزن أو كيل. طيب هذا المعنى هل يطابق اليهود؟ هو فعلا يطابق اليهود لأنهم هم أهل وزن وكيل وأهل تغابن. إذا ما المعنى الذي الأقرب إلى السورة؟ هل معنى الحزن والكآبة؟ هو يقول وهو كظيم، يعني مخفي الحزن، ما موجود على عيونه يعني منعزل في البرية، لا، وهو كظيم أي ضام الحزن، مخفي الحزن، غير موجود. إذا المعنى الأصح للسورة هي أن تفسر على أساس أن يوسف بمعنى الجزف، أن تبيع وتشتري دون وزن أو كيل. فباعوه أسروه بضاعة، باعوه بثمن بخس إلى آخره. من السورة وردت عدة عبارات وآيات تشير إلى هذا المعنى في الوزن أو الكيل. إذا العرب لم يفهموا معنى يوسف، هم عرب نزل بلسان عربي، هذا أيضا لسان عربي، لكن لم يقرأوا اللغات السابقة على العربية، مثل كلمة من شهد منكم الشهر فليصمه. قالوا الشهر مجاز، لا مو مجاز. في اللغة الأكادية القديمة الشهر السين والشين يتناوبان، معناها السهر، سهار ومعناها القمر، ولهذا السهران سموه سهران، والعاشق أيضا سهران لأنه يراقب القمر. فإذا فمن شهد منكم الشهر أي القمر، بس باللهجات القديمة. وهكذا إذا هناك دراسات يجب أن تكون للغات القديمة واللغات المشتركة، اللغات المحيطة بالجزيرة العربية وبالثقافة العربية، لكي نعطي معاني حقيقية للقرآن. مثل كلمة نقض، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد عهد أنكاثا. قالوا هذه امرأة خرقاء مجنونة كانت تنسج، تأمر جوارها بالنسيج، اسمها ريطة بنت عمرو بن سعد من قريش، تنسج إلى الظهيرة، من الصباح إلى الظهيرة تأمر جوارها بالنسج، نسج الدروع ويعني الملابس، ثم بعد الظهر تأمرهم بفكها. فلا تكونوا مثل هذه. هذا كلام غير طبيعي. هذا يعني المثل القرآني حينما نفكر فيه، هل يجب أن يكون الشيء الذي ذكره القرآن بوصفه مثلا أن يكون موجودا؟ أي نعم، هو للنص أنا حاسب حسابي، بس بعد دقيقة يعني أن يكون موجودا؟ لا طبعا، لأن ليس الموجود الموضوع فقط، وإنما أيضا الذي في الذهن. وقد ورد الحبال والوصل، الحبل خولة بعد اليوم الموصول إلى آخره، في الشعر موجود دائما الحبل والوصال موجود. أشير فقط إلى مسألة عشتار. واحد من الغربيين جاء قرأ في يعني الآداب السومرية القديمة أن عشتار كانت تلعب على الحبال، فقال هي كانت ربة الغزل والنسيج، ولم يفهم أن تلعب على الحبال أي تلعب بمشاعر الرجال، هذا مجاز. فإذا الحبل والوصال هذا منذ القديم موجود في الذهن، أنه يرتبط بالعلاقات العاطفية بين الأشخاص. شكرا جزيلا وعذرا لما أطلت. شكرا دكتور، الله يكرمك ويبارك فيك. إشارة إلى ما أشرت إليه من الإعجاز في القرآن الكريم في سورة هود، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. بظاهر الآية هو تحدي، أن القرآن تحدى الجيل الأول في أن يأتوا بمثل 10 سور، لكن الجانب الآخر نرى أنه مدح لهذا الجيل. يعني ربما سائل يسأل هذا الجيل ما راح يجيب البعد الممكن، فهذه الآية قطعت أنه لا أعلم بالبيان على وجه الأرض من هذا الجيل أبدا. لو علم القرآن أنه سيأتي جيل ويأتي بسور مثله ما كانت الآية تتحدى هذا التحدي. فالله سبحانه وتعالى أعلم
بالظاهر والباطن من اللغة وأهل اللغة، وشكرا لك. والآن ندعو الدكتور محمد عادل في بلاغة التراكيب في القرآن الكريم ليتحدث إلينا مشكورا، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عظيم الشكر والامتنان لجامعة زاخو وللقائمين على هذا العمل الطيب. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. شغلني وأنا مدعو إلى هذه الندوة شغل أخي الدكتور محمد جاسم، وهو طبيعة المتلقين لما سيقال فيها، لذلك حرصت أن تكون مقاربتي بأيسر وجه ممكن. فأقول بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى أننا جميعا ندور حول نقطة مهمة، وهي السعي إلى رضا الله تعالى والفوز والنجاح. يتوسل إليها بوسائل كثيرة، لكن ميداننا نحن الجالسون ها هنا أن نقول لكم كيف يتوسل إليها بعلوم البلاغة. وأقول دائما أقول لمن يسمع مني أن علوم البلاغة وعلوم الآلة جميعا مشبهة بالمفاتيح، كلما كثرت مفاتيحه كثرت الأبواب التي بإمكانك فتحها. لذلك ندهش عندما نستمع إلى الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه مثلا، أو الشيخ البوطي، أو عندما نسمع أستاذنا الدكتور فاضل السامرائي، ندهش بما يقولونه في النصوص. فنعلم قطعا أن امتلاكهم بالكثير من المفاتيح مكنهم من فتح الكثير من الأبواب. لذلك أنا أدعو دعوة قد تكون مغايرة قليلا لدعوة أخي الدكتور محمد إلى الرجوع إلى التفاسير، لأني وجدت أن التفاسير ولا سيما التي انطبعت بطابع بلاغي تسهم كثيرا في الإعانة على الوصول إلى مقاصد النص. كلها تدور حول أن توصل لنا رسالة أن هذا النص معجز، لكن النص لم يكن هدفا بذاته، القرآن الكريم لم يكن هدفا بحد ذاته. نحن الهدف، الإنسانية والبشرية هي الهدف، سعادتنا ووصولنا إلى النجاح والفلاح هو الهدف. لذلك كلما حسنت مقاربتنا لهذا النص توسلنا أو تمنينا أن نكون على الطريق الصحيح، وأننا سائرون على الطريق للوصول إلى هذا المكان. وأنا أزعم لا انحيازا أن البلاغيين هم خير من يسر قراءة هذا النص ومكن المتلقين من تلقيه على الوجوه الأفضل والأجمل، لأن البلاغة في الحقيقة تعنى كثيرا بجماليات النص. وحتى لا أطيل عليكم، تخيلت مجموعة من النصوص ورجعت إلى معالجات البلاغية لهذه النصوص التي أدهشتني، وأنا يفترض أني متخصص في البلاغة، فأفترض أنها تشكل حافزا لكل من يسمعني إلى أن يعود وهو يقرأ القرآن الكريم إلى أن يعود إلى إنتاجات هؤلاء البلاغيين ويتخذها منارا له في توجيه قراءته للنص القرآني. سأقف عندكم مثلا أولا مع سورة الضحى. وسورة الضحى من السور القصيرة التي نكثر قراءتها. بدأ الله سبحانه وتعالى بالقسم فقال: والضحى والليل إذا سجى. هذا القسم مررنا عليه كثيرا، لكن لما أسمع قراءة البلاغيين بهدف هذا القسم وغاية هذا القسم تتعمق قراءتي لهذا النص القرآني ويتعمق فهمي لهذا النص القرآني. الآية جاءت حينما عير النبي عليه الصلاة والسلام بانقطاع الوحي عنه، فجاء القسم في أول الآية في قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، مستشهدا بآيتين كونيتين هما آيتان النهار والليل، تتابع النهار والليل. فيقول المفسرون البلاغيون
أن الله تعالى أراد أن يسلي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول له: هذه الظواهر الكونية المتتابعة يتتابع الليل والنهار، يقصر الليل أحيانا ويطول النهار، يقصر النهار أحيانا ويطول الليل. هذه الظواهر الكونية لا أحد يستطيع أن يقول أنه يسيرها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا قصر بعضها وطول يعني لا قصر بعضها هو عن جور على القصير، ولا طول بعضها هو محبة للبطال. فكذاك أمر الوحي. الوحي عندك يترى وينحبس، فلا توالي الوحي هو عن هوى ولا حبسه عن قلة، بل كل لحكمة. كما أن الليل والنهار أيها البشر أنتم الذين عيرتم النبي، كما أنكم تتلقون الليل والنهار وتتابع الفصول بالمحبة والقبول، وتكون حسنا أن يطول الليل هنا ويقصر الليل هنا، رضيتم بهذه الظواهر الكونية. ارضوا بما يحصل للنبي من تتابع الوحي أحيانا وانقطاعه أحيانا، فالكل لحكمة. فهو تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ورد لهؤلاء حتى يقول لهم أنكم خالفتم فطرتكم، رضيتم بالأمور الكونية ولم ترضوا بالذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل هذا. في آخر هذه السورة العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كل من ناقش التراكيب في هذه الآيات قال حذف المفعول به، يعني كأن السياق البشري أن يقال ألم يجدك يتيما فآواك تحضر الكاف، وضالا فهداك، وعائلا فأغناك. الحقيقة عندما رجعت إلى التفاسير وجدت أن حذف الكاف هنا فتح آفاقا عظيمة للقراءة والتلقي. فمن أجمل ما يعني وجدته عند المفسرين لهذه الآية يقول أن الله تعالى فتح المجال على 3 احتمالات بحذف الكاف. أن يقول له آواك على المستوى الأول، أنه كنت يتيما فهيأ لك عمك وهيأ لك من يرعاك، كنت مفتقرا فهيأ لك خديجة بأموالها حتى تغنيك، كنت ضالا تسأل هذه الأسئلة المحيرة، تقول من الخالق؟ من الكون؟ هل هذه الحجارة هي الآلهة؟ يخرج إلى الغار فيتأمل ويتعبد، عنده أسئلة كثيرة. فهداك، هذا لو حضرت الكاف. لكن على المستوى الثاني أنه غياب الكاف أن الله تعالى لم يؤوي النبي فقط، أنه لأجل يتمك سأوقي البشرية من بعدك، كل البشرية ستكون آوية إلي من بعدك، كرامة لك وإجلالا لما أنت فيه ورفعا لمقامك وقدرك. وكل البشرية ستستغني من بعدك، لن يحس الفقير أنه فقير، طالما أنه مؤمن وقنوع لن يحس أنه فقير. أنا سأنزل عليه ما يرفع عنه في صفة الفقر والضلال كذلك. لأجلك، لأجل هذه أسئلتك، هذه الحيرة ستهتدي البشرية كلها. وعلى المستوى الثالث يقول بك، يقول كرامة للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له سأحولك من يتيم مطلق إلى أب مطلق، ستكون أنت الأب. يعني تخيل الفرق بين أن يكون يتيما محتاجا وبين أن يكون أبا للبشرية من بعدها. سأحولك من مفتقر مطلق إلى مغن مطلق. كل البشرية عندما تحس بضيق النفس ستأوي إليه. وكذلك في قضية الضلال، فسأحولك إلى من محتار عندك الأسئلة الكثيرة إلى منار للبشرية. فلنا نتخيل أنني أنا وأنتم لو لم نعد إلى النص القرآني، لو لم نعد إلى تفاسير هذا النص،
لكنا وقفنا، وأنا منكم مثلكم، كنت أقرأ هذه الآية فلا أقف حقيقة عند هذه المعاني، لا أجد في نفسي. أما عندما أقرأ ما قاله المفسرون هذا يحفزني أن أعاود القراءة مرة أخرى لهذا النص، فأقول أن هذا النص يعني القراءات هذه، القراءات المرشدة، القراءات المنيرة التي وضعها البلاغيون في الحقيقة تشكل منارات لتقريبنا من هذا النص القرآني. أنا أظن بقيت عندي دقائق 3 سأختم بها بنصين سريعين، اللي هو قسم الله سبحانه وتعالى في سورة النجم عندما قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. أيضا أحال الله تعالى البشرية إلى ظواهر الكون. هم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بالضلال، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: هل شككتم يوما في نجم الشمال؟ هل شككتم في أنه سيهديكم وأنتم محتارون؟ لا، البشرية كلها يعني إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام تثق بهذا النجم، تقول هذا النجم، هذه الظاهرة الكونية موثوق بها. فقال لهم: ثقتكم بهذه الظاهرة الكونية ينبغي، أو ثقتكم بالنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون راسخة قوية كثقتكم بهذه الظاهرة الكونية. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذا صاحبكم نجم الهدى الأرضي، هذا أنزلته لكم نجما تهتدون به. فطالما أنكم تثقون بهذه الظواهر الكونية ثقوا بهذا المرسل إليكم أنه سيهديكم إلى الطريق الذي أريد، لا تشكوا قطعا في أنه مثل هذا النجم هذه إلى السبيل الصحيح. الآية الأخيرة التي أنا دائما أحيل إلى نفسي، كنت أقرأها كثيرا وأحتار، في سورة العاديات يقول الله سبحانه وتعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قسم بالخير وصفاتها وأفعالها. فأقول كان يحيرني هذا السؤال: ما علاقة القسم بالخير بقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك؟ ما أعرف، يعني أحتار في هذا القسم بالخير. فلما نورني البلاغي المفسر عندما قال لي الله تعالى يقول: هذه الخيل تركب عليها، تدخل معك إلى القتال، تدخل لا دخول الخائف بل دخول من يثير النار من تحت أقدامه، أي مقبلة بسرعة شديدة، تدخل معك إلى القتال، تضحي بنفسها وسط المعركة. ماذا قدمت لها؟ ما قدم لها صاحبها إلا العلف والطعام والماء، يعني مقابل البهيمة، مقابل العلف والماء تضحي بنفسها وتقبل هذا الإقبال. فإن الإنسان لربه لكنود. كل هذه النعم وأنت يعني لا تزال متردد. هل يعقل أن تكون هذه البهيمة التي لا يقدم لها إلا العلف والماء وتضحي بنفسها أوعى منك، أكثر وفاء منك، أكثر عقلا منك؟ هل يمكن أن يكون هذا الأمر مقبول؟ فلما أقرأ هذه الحقيقة يدهشني هذا القسم. ومثل هذه التراكيب في الحقيقة يعني ما ذكرته لكم لا يشكل يعني كما يقال قطرة في بحر، فيما هو موجود في هذا الكتاب وفي التفاسير التي مهدت لفهم هذا الكتاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأسأل الله تعالى أن يفيد بكم وينفع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك الدكتور على ونعم سادتي الكرام وأساتذتي، كل ما ذكرتموه من إعجاز ومجاز في القرآن الكريم هو ديدنه، وهذا عهدنا بكتاب الله في الإعجاز. لذلك انفرد القرآن الكريم بالإعجاز. كل الكتب السماوية التي أنزلت قبل الإعجاز لا يوجد فيها إعجاز إلا القرآن الكريم. وشكر الله سعيكم. والآن دعونا نستقبل الأسئلة، فمن عنده سؤال فليتفضل. نعم دكتور رشيد. أصلا بالنسبة للفنون أفانين البلاغة في الآية الكريمة: يا أرض دعي ماءك ويا سماء دعي، ذكرتم الاحتراس من ضمنها الاحتراس من ماذا؟
هنا هو فن حقيقة بلاغي من فنون، أنه أحيانا المتكلم يتكلم بكلام تمام زين، لكن هذا الكلام قد مثلا يحس أن المقابل سيفهم معنى آخر، فيأتي بجملة أو بكلمة احتراسا من وقوع الوهم أو الشك عند المتلقي، فهنا وقع الاحتراس. وإذا يعني إن شاء الله إذا أردت نسهم بعد كلاما طويلا فيه أبين قيمة الاحتراس في هذه الآية. يعني وقيل بعدا للقوم الظالمين. بعدا للقوم الظالمين هو الاحتراس، نعم هو الاحتراس الذي وقع في هذه الآية وجزاء. حقيقة يعني أنا بس أردت أن أقول نحن أحيانا عندنا ما يعني حتى لا يختلط الأمر على البعض ما يسمى بالزخرفة اللفظية أو الصنعة في الشعر أو في الأدب، أحيانا يتقصد الشاعر أو الكاتب أن يزين نصه بكثرة الفنون البلاغية حتى أنه لا تصبح أحيانا يعني لا قيمة لها من كثرة استخدامه. لذلك عيب على أبي تمام وأبو نواس وبشار أنهم قد أكثروا من الصنعة في أشعارهم، لكن هنا كل الفنون التي وردت والتي ربما يعني يتصور بعض يعني 38 فن في آية واحدة كلها جاءت في يعني في خدمة هذه الآية، لأن هي أصلا الآية قد اختصرت يعني هذا الجو أثناء الطوفان، يعني الخوف والرعب والمطر وخشية الموت، خشية سيدنا نوح على من معه سواء كان من البشر أو الحيوان أو حتى النبات، يعني كلها اختزلت في آية واحدة قصة كبيرة. فحتما أن هذه الفنون البلاغية جاءت يعني أولا للإبهار وهو الإعجاز، وثاني لخدمة المعنى أو خدمة قصة هذا القصة القرآني. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل. دكتور سؤالي للدكتور محمد جاسر. دكتور حضرتك ذكرت أن المنظومة العقلية للإنسان هي التي تحكم على فهمه للنصوص. يعني سؤالي هو غير العربي المسلم هل منظومته العقلية الفكرية تحكم على فهمه للقرآن وهو غير مدرك لمعاني القرآن أصلا، يعني معاني اللغة كنظام عام؟ الرجوع للتفاسير أليس ضروريا في هكذا نوع من البشر مثلا؟ بالنسبة للتفاسير هي ليست مقدسة. المقدس هو كلام الله. لذلك العودة إلى التفاسير قد تخلق فهما محددا محدودا، أما النص القرآني لا ينتهي. لذلك غير العرب مثل كثير من الفرنسيين أو الإنجليز أو الأمريكان الذين أسلموا أول ما يدخلون الإسلام يدخلون علما وعقلا بالقضايا العلمية، ثم بعد ذلك يؤمنون بماذا؟ حينما يصل درجة الإيمان يؤمن باللغة بالأساليب التي جاءت بالقرآن الكريم. يعني تبت يدا أبي لهب وتب، قال هذا لو كان غير القرآن ربما كان فيه شك، يعني لو أسلم فقط أبو لهب انتهت مصداقية القرآن، صح ولا لا؟ هذا كلام لغوي. لكن تبت يدا أبي لهب وتب انتهى بعد لم يدخل الإسلام ولا لا يمكن أن يدخل الإسلام أبو لهب. لو دخل فقط لو أسلم لانتهت مصداقية النبي صلى الله عليه وسلم ولو نفاق، حتى ولو نفاق انتهت مصداقية النبي. هكذا آمن كثير من الغربيين بجملة واحدة بعبارة واحدة قد نحن لا نلتقطها. امرأة واحدة دارسات الإسبانيات كلمة الله قالت هذه كلمة عجيبة، مهما تحذف منها احذف الألف واللام له، احذف الألف لله، احذف الألف واللامين هو، احذف اللامين والهاء تبقى الألف. ألف معناها الله، حتى في اللهجات القديمة في اللغات الفينيقية ألف معناها الله، إله بعل، كانوا يعني لا يعرفون معنى الله سبحانه وتعالى لكن هو الله. فإذا هذه إله لو حذفنا لام واحدة لا تنقص أبدا، حتى لا تحتاج إلى نقاط ولا تحتاج إلى تحريك الشفاه، يعني في الصمت نقرأها وفي العلانية نقرأها لفظة الله سبحانه وتعالى. فشوف إذا بعد ذلك التدرج في الإيمان يكون عن طريق اللغة وليس عن طريق القضايا العلمية، لأن ليس كل القضايا عقلية منطقية في القرآن الكريم.
الإسراء والمعراج أي منطق فيه؟ ماكو منطق، صح ولا لا؟ لكن الإيمان يأتي بعد ذلك مطلقا. نعم. بعد من يتفضل علينا بسؤال؟ نعم. نعم دكتور تفضل. دكتور هبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر جميع الحضور واستفدنا منكم كثيرا. يعني دكتور جبار يعني هي وما شاء الله دكتور ايضا محمد. انا دائما اشجع الى قراءة التفاسير، يعني التفاسير تحيي القرآن الكريم في اذهان الكثير، لأن اللغة قد غيبت عن الاصل قبل 1500 سنة تقريبا. فهل دكتور جبار يدعونا إلى قراءة المعجم، وكيف تكون هذه القراءة؟ لأن الأمثلة التي طرحتها جدا كانت يعني قيمة ويعني في محل. شكرا جزيلا. بالنسبة للمعجم العربي يختلف عن المعجم الغربي. لو هناك يعني ربما تخصصات انجليزي او فرنسي ما موجود التخصصات، على كل حال تجد ان المعجم الغربي هو معجم مفردات. المعجم العربي معجم سياقي، لذلك حينما يعطيك المفردات يقول وقد وردت بمعنى كذا في قول الشاعر، وقد وردت في القرآن بمعنى كذا. إذا المعجم العربي هو معجم سياقي بالضرورة، يعني قائم على السياقات، لأن اللغة العربية ليست لغة مفردات وإنما لغة تعابير وسياقات. فلا يمكن أن نأخذ المعجم أي كلمة نطلعها بالمعجم ما تعرفين أي واحدة مطلوبة وأي هو المعنى الأول. حتى الفقهاء علماء أصول الفقه منعوا البحث في أصل اللغة، يعني كلمة عين أيها الأصل، عين الإنسان، عين الميزان، عين الماء إلى آخره. منعوا هذا البحث لأنه لا يجدي نفعا وركزوا على السياق. فنحن نقرأ المعجم مع السياقات، يعني نقرأ النص أولا ثم بعد ذلك نعود للبحث في المعجم العربي لأنه معجم سياقي. شكرا جزيلا. وأي المعجمات تراها هي الأقرب إلى المتلقي في هذا الوقت الحالي؟ المعجمات الميسرة، يعني لسان العرب على الباب والفصل صعب، رتبوه على الإلفبائية، اقرأ الإلفبائية نفس المعلومات. لكن القراءة الصحيحة هي أن تقرأ شرح النصوص. هناك شرح مثل الدواوين مشروحة، هذه أفضل، تعطي معاني أفضل. صحيح هي شروح تفاسير يعني كأنما معجمية، ولكن تعطيك في السياق المعنى الصحيح للمفردة حينما تأتي. قد لا تجدها في المعجم، قد تغيب عن صاحب المعجم، ولكن لا تغيب عن صاحب الشرح لأنه يواجهها في النص يعني مباشرة. شكرا دكتور. نعم ست أنا تفضل. سؤالي للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم محمد. نعم. في قوله تعالى يا أرض ابلعي مائك وسماء أقلعي. نعم. الدكتور يعني من المعلوم أنه السماء تمطر. نعم. والأرض تمتلئ بالمياه. نعم. عندما تتوقف السماء عن المطر الأرض يبدأ بابتلاع المياه. نعم. يعني هل يعني من إعجاز قوله تعالى يعني الأمر كان أولا للأرض. نعم. يا أرض ابلعي مائك. نعم. ثم للسماء وسماء أقلعي. هل تطرق البلاغيون أو اللغويون إلى هذا؟ نعم. هي أولا يعني حقيقة لما وجه النداء أولا للأرض، يعني هو الحدث على الأرض. يعني السماء تتوقف لكن الأرض مملوءة بالماء، يعني الطوفان هو على الأرض. فالأمر يأتي أول سفينة نعم حتى تستقر، لأنه والله أنت يعني تخيلي الأمر، يعني ما أقول أغمضي عليك وتخيلي الأمر، أمواج متلاطمة وأمطار وبرد وخوف، المشهد مرعب. والخوف بعدين خوف كما قلت يعني أكثر مرة، خوف سيدنا نوح ومن معه أيضا هم خائفون، يعني ليس سيدنا نوح فقط هم خائفون. فيأتي الأمر إلى الأرض أن تبلع هذا الماء، الأرض يعني خلاص خذي يعني تماما ابلعيه لا تبقي أثرا، وبعد ذلك السماء أقلعي توقفي عن المطر. فلذلك الأمر جاء هنا إلى الأرض أولا، لأن الحدث على الأرض لذلك جاءت. دكتور عفوا عندي تعقيب على كلام حضرتك. أشار نعم. الدكتور مسنى نعم. باعتبار مصدر ماء السماء هو الأرض،
إذا نشفت الأرض مثلا كيف يتبخر الماء ويتحول إلى مطر؟ نعم. ما هنا الحدث لا يحتاج إلى هذا الطول، إنه تنشف الأرض ويتحول الماء إلى البخار ويصعد إلى السماء وتمطر. الآن الحدث جلل أن ينتهي باللحظة. في كن فيكون. في كن فيكون. نعم. دكتور، وهذا كان قريبا من قوله تعالى بأمره للنار عندما كان فيه إبراهيم عليه السلام. نعم. يا نار كوني بردا وسلاما. نعم. في البداية البرد للنار. نعم. السلام. تمام. بارك الله فيك. بعد من؟ أنا يعني فقط لي يعني الزميلة قلاوج عذرا وجهت سؤالا إلى الدكتور محمد، يعني فيما يتعلق الآن نحن أشار الدكتور محمد وأشرنا بأنه الآن المتلقين أو الجمهور الموجود في أغلبه ممن يعني خلينا نقول من إخواننا الأكراد ممن يحملون اللغة الكردية، وأكيد خزين المعرفي أو اللغوي في العربية متفاوت بين مثلا أستاذ يعني مثلا في قسم اللغة العربية يمتلك يعني خزينة من لغة كثير، وبين طالب في بداياته قد يكون في الصف الأول أو بالثاني يعني متدرجين فيما يمتلكونه من مفردات لغوية. وحتما التباين يكون بين أو خلينا نقول بين أنا أمتلك 1000 كلمة والدكتور محمد 2000 كلمة في اللغة العربية، بالتأكيد هو سيتفوق علي. أنا ما أوحى لي أنه نحن مثلا ممن نحمل خزينا لغويا في العربية قليل، كيف نفهم النص القرآني إن لم نعتمد على التفاسير؟ أقول شيء يعني من هذا الباب وضح يعني ربما ما أراده الدكتور محمد، وانتظر أيضا أن يعقب الدكتور محمد. أولا يحصل مثل ما قال يحصل الإيمان أولا، بعد ذلك يعني تبقى قضية فهم القرآن بما أمتلك، يعني لا مثل ما قال العربية ما فقط أنه أنا ألزم تفسير النص بلغة العربية وما أمتلكه، لا، هناك تفاسير في الإنجليزية في الفرنسية وربما حتى في الكردية. يعني أنت من حقك أن تقرأين التفسير حتى يدلك على بعض القضايا التي أنا ما أفهمها. متى ترجعين إلى التفسير؟ إن أشكلت عليك آية. أما من تقرأين الآية وتفهميها على الظاهر كان تكون مثلا حتى قصة سيدنا يوسف أو قصة القرآن، لكن أحيانا فيما يتعلق بجانب التشريع مثلا أو بعض الألفاظ اللي هي أقول يعني مشكلة في الفهم، وهذا ليس عيبا. يعني لما ألف أبو عبيدة رحمه الله كتابه مجاز القرآن وتفسير لغوي للقرآن، ما هذه القصة معروفة. هذا الذي أراد أن يختبر أبو عبيدة، قال له أنتم تقولون أن القرآن قد نزل بالعربية فما بالك بما تفقه العرب؟ قال أنتم تقولون أن القرآن نزل بما تفقه العرب، يعني بما تعرف العرب، تمام؟ فما بالك بقوله تعالى طلعها كأنه رؤوس الشياطين أكانت العرب قد رأت الشيطان؟ فماذا رد عليه؟ قال وما قولك بقوله، يعني يقصد امرؤ القيس، زين؟ يقتلني والمشرق مضاجع مسنونة زرق كانياب أغوالي. هل كانت العرب تعرف الغول؟ ما؟ فهنا انه احيانا المفردة العربية تفسر يعني في ظاهرها، لكن انت لما تحتاجين الى قضية فيها مشكل ارجع هنا بالضرورة، ارجع الى التفسير وارجع الى اللغة. لكن أنا لما تقرأين القرآن للفهم والعبادة والتدبر يكفيك ما تعرفين من ظاهره. أما الدكتور محمد فهو لا يدعو إلى قطيعة مع التفاسير، لكن أنه بعض القضايا قد تثار أنا بحاجة إلى التفسير أن أعود إليه كما قال الدكتور محمد. وهذه التفاسير تحمل يعني كثيرة متنوعة بحسب المفسر. هناك من يركز على القضايا اللغوية في التفسير، البلاغية في التفسير، فهم العقائد في التفاسير وكذلك. وأشكركم وأنتم حقيقة يعني أنا في ختام يعني هذا الكلام أقول أنا أشكركم جميعا، بدءا من السيد عميد الكلية والسيد رئيس القسم ومركز زعفر للدراسات الكردية، كذلك أشكر هذا الحضور الطيب الجميل الذي كنت أرى في الوجوه حقيقة
شيء من الإصغاء، شيء من يعني أحاول أنه يلتقط مما قاله إخواني على قلة ما قلناه، لكن يحاول أن يلتقط، أن يفهم، أن يتعلم. شاكرين يعني ما أنتم تشكرونا لأن جئنا من الموصل، نحن الذي نشكركم لحضوركم أولا ولدعوتكم ثانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتور، شكرا لسعيكم جميعا، أفدتمونا بارك الله فيكم. والآن نحن في ختام ندوتنا هذه ندعو الأخ محمد التوجه إلى منصة الحاكي فليتفضل. زۆر سپاس ji bo guhdarîkirina spasiyek tevret ji bo mîvanên me rezda ku şiwazekirina ço spasiyek tevret ji bo sedekatiya pişika zimanê Erebî rosa spas ji bo senterêza xwe bo bakolên Kurdî ku salamat van cure sempozyûma hatin. Li jî daxwazêş wagerê ku dîja zanistên mirovatî profesörê harîkar Dr. Faxrîddîn Fermoverî ji bo pêşkêşkirina vek spas name. Dr. İbrahim Mehamed Fermo. دكتور وزير الخير. دكتور محمد جاسم. دكتور محمد عبد الكريم. دوباره گلک سپاس با هجان مش دیدم لیلک کم گیره اگر خدا پیش حسن چی کنه سپاس